بصوا كده يا جماعة، في السؤالين دول حد من زمايلنا طلب الفرق ما بينهم ازاي احلهم. احنا متعودين دايما في مسائل الرسم البياني، كنت دايما بقول في معظم، مش كل، معظم مسائل الرسم البياني احنا بنروح نجيب الميل. بس مش لازم كل المسائل نجيب فيها الميل. ازاي؟ بصوا كده يا جماعة، نخش في الموضوع على طول. انا عندي القانون اي مثلا بيساوي كيو على تي، قانون شد التيار اي بتساوي كيو على تي. طب تمام، لو الراجل راح رسم علاقة ما بين الكيو والتي زي الرسمة اللي فوق دي كده، لو هو رسم علاقة ما بين الكيو والتي وطلب شدة التيار، وطلب شدة التيار نفسها، شدة التيار اي بتساوي كيو على التي، يعني ناتج قسمة الصادات اللي هي كيو على السينات اللي هي التي. يبقى في الحالة دي بجري بجيب الميل زي ما احنا متعودين السنين اللي فاتت. طب تمام، طب انا عندي القانون اي بتساوي كيو على التي. لو انا فكرت ان انا اجيب الكيو، الكيو بتساوي اي في تي. فلو الراجل راح رسم علاقة بين الاي والتي وطلب الكيو اللي هي ناتج ضرب الصادات اللي هي الاي في السينات اللي هي التي، يبقى في الحالة دي ما بجيبش الميل. كنت بجيب ايه؟ كنت بجيب حاجة اسمها المساحة تحت المنحنى، لو كان حد فاكر. يبقى خلاصة الكلام، لو المطلوب اللي هو طالبه منك هو ناتج قسمة الصادات على السينات بتجيب الميل. طب المطلوب اللي هو طالبه منك لو هو قانون وناتج ضرب الصادات في السينات، بتقوم راح جاي في الحالة دي حاجة اسمها المساحة تحت المنحنى. طب تمام، تعالوا كده نشوف الفرق ما بين السؤالين. في السؤال الاولاني هو رسم علاقه ما بين الكيو، كميه الشحنه الكهربيه المره عبر مقطع من الموصل والزمن تي، وعاوز شده تيار الكهرباء المستمر. شده تيار الكهرباء المستمر اي بتساوي الكيو على التي، دي قانون شده تيار الكهرباء المستمر. فالاي بتساوي الكيو على التي. الكيو على التي لو انت لاحظت هي ناتج قسمه الصادات على السينات. يبقى في الحاله ديت يا باشا اروح اجيب الميل. طب الميل هنا بيساوي مين؟ بيساوي الصادات على السينات. الصادات هنا 30 والسينات هنا كام؟ 3، يبقى 30 على 3، يبقى هتطلع بكام امبير في الاخر؟ ب 10 امبير. يبقى شد تيار الكهرباء في الحاله دي طلع ب 10 امبير. طب جميل. طب الحاله الثانيه بقى، في الحاله الثانيه هو الراجل هنا راح رسم علاقه ما بين الاي والتي اهو، وطالب كميه الشحنه الكهربيه خلال 10 ثواني. طلب كميه شحنه كهربائيه خلال 10 ثواني. طب تمام، يبقى في الحاله دي كميه الشحنه الكهربائيه كيو بتساوي قانونها اي في تي. اي في تي يعني ناتج ضرب الصادات في السينات. يبقى في الحاله دي يا شباب بقوم راح جايب حاجه اسمها المساحه تحت المنحنى. طب انا منحنى، المنحنى اللي قدامي دوت، اقوم راح جايب المساحه تحته. طب ايه اللي تحت المنحنى؟ تحت المنحنى الجزئيه دي. طب ايه اللي تحت المنحنى؟ تحت المنحنى مستطيل، اجيب مساحه المستطيل. الطول اللي هو 5 في العرض اللي هو 10، يبقى المساحه تحت المنحنى بتساوي 5 في 10. الخمسة في 10 هتطلع ب50، يبقى هتطلع ب50 كولوم. يبقى انا جبت كده المساحه تحت المنحنى. وايا كان بقى المساحه تحت المنحنى، ممكن تكون مربع، ممكن تكون مستطيل، ممكن يبقوا شكلين، وهنشوف الكلام ده دلوقتي. يبقى خلاصه الكلام، خلاصه الكلام، لو المطلوب قانونه ناتج قسمة الصادات على السينات، في الحالة دي يا شباب بجري اجيب الميل زي السؤال الاولاني. لكن لو المطلوب هو ناتج ضرب الصادات في السينات، يبقى بجيب في الحالة دي حاجة اسمها المساحة تحت المنحنى. قبل ما نقفل الفيديو، في حاجة برضو معينة احنا لازم نكون احنا عارفينها. ايه هي؟ افترضنا مثلا في سؤال المساحة تحت المنحنى اللي احنا شفناه دوت كده، وجاب لي مثلا منظر زي المنظر اللي قدامي ده كده، وراح رسم علاقة مثلا ما بين الاي والتي، راح رسم علاقة ما بين الاي والتي. فرسم العلاقة بين الاي والتي، وكان المنظر قدامي ده كده مثلا كان شكله كان عامل كده بالمنظر ده كده. طب تمام، ودي مثلا وليكن 5، ودي وليكن مثلا 2، 4، وهنا مثلا وليكن 6، وهنا وليكن 8. طب تمام، وقام رايح طلب هنا مثلا قال لك اوجد كمية الشحنة الكهربية خلال 8 ثواني. احنا اتفقنا ان كمية الشحنة الكهربية وليكن كمية الشحنة الكهربية كيو بتساوي الاي في تي، وهو عاوزها خلال 8 ثواني، يعني هو عاوزها في الفترة الزمنية دي كلها. احنا قلنا كيو بتساوي اي في تي حاصل ضرب الصادات في السينات اهو. يبقى في الحالة دي بجيب المساحة تحت المنحنى.
ايه اللي تحت المنحنى؟ المنظر ده كله. طب ايه اللي تحت المنحنى؟ والله المنظر اللي قدامي ده كده مش قادر ان انا احدده. يبقى انا اقسم المنظر ده حاجتين، بقوم راح مقسمه مستطيل وبقوم راح مقسمه مثلث. يبقى ممكن يكون مستطيل وممكن يكون مثلث. طب واحد يقول لي ده شكله مربع اهو، لا ده مستطيل لانه هو طوله 5 وعرضه 6، فده مستطيل. فلما اجي اجيب المساحه تحت المنحنى بتساوي الطول 5 والعرض 6 اللي هو مساحه المستطيل. ما اكتفيش بكده، لا لسه اقوم راح جايب بقى مساحه المثلث. مساحه المثلث اللي عندي هنا اللي هو بيساوي نص القاعده. القاعده من 6 ل 8 ب2 في الارتفاع ب5، يبقى الناتج بيساوي 5 في 6 ب30 زائد ال5، يبقى هتطلع كام؟ هتطلع 35 كولوم. يبقى الناتج في الاخر هيطلع 35 كولوم. دي المساله الكبيره منها. طب في سؤال تاني بقى مشهور برضو على نفس الرسمه اللي قدامي دي. لو هو قال لك اوجد كميه الشحنه الكهربيه بس قال خلال وليكن 6 ثواني فقط. لو قال خلال 6 ثواني فقط يبقى في الحاله ديت خلال الفتره دي بس، اللي هي ده المنظر قدامي دي كده. هل بقى المثلث ده معايا؟ لا المثلث مش معايا. طب هي كميه الشحنه الكهربائيه قانونها بيساوي ايه؟ برضه بيساوي اي في تي اللي هو ناتج ضرب الصادات في السينات. يبقى في الحاله ديت هقوم راح جايب مساحه، هكتفي بمساحه المستطيل فقط، مش هاخد معاه مساحه المثلث. طب مساحه المستطيل هنا بتساوي ايه؟ قلنا بتساوي الطول في العرض، يبقى 5 في 6 هتطلع كام كولوم في الاخر؟ هتطلع 30 كولوم. ويا رب نكون استفدنا مع بعض من الجزئيه دي. تمام.